يا مساء الفل والجمال على الناس الحلوة. النهاردة هعمل صينية بطاطس معاكم من الصواني اللي أول مرة فعلا أحس إن أنا عملت صينية بطاطس حلوة من زمان قوي يعني. فهنقول المقادير مع بعض، بس متنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. هنا معايا 5 حبات من البطاطس، ومعايا 6 حبات من الطماطم، ومعايا 5 فصوص توم، معايا دول 3 بصلات مفرومين في الكبة هقسمهم على البطاطس وعلى اللحمة المفرومة، ومعايا نص كيلو من اللحم المفروم. هبتدي اول حاجة ان انا هقشر البطاطس واروح بعد كده غسلاها، واروح مقطعها طرنشات وسايباهم في المية على جنب عقبال ما اعمل تسبيكة الطماطم الحلوة بتاعتي. لما احب اقطع البطاطس بحب اقطعها بالمنظر ده، الشرايح الرفيعة. وهجيب ال5 الحبات بتوع الطماطم ومعاهم شوية ال5 فصوص توم، واروح ضرباهم في الكبة، واروح نازلة بعد كده بالحلة بمعلقة زيت كبيرة عشان اشوح الطماطم والبصل. تمام. ده الطماطم من غير اي صلصة ولا اي حاجة. وهنزل بعد كده بالبصل اللي هما ال3 بصلات المتوسطين، اخدت منهم بصلاية ونص. هبتدي اسبكهم مع بعض. تمام. واروح بعد كده حاطه كوباية من المية، واسيب بقى بعد كده الطماطم تستوي هي والبصل. كان ريحتها تحفة، كان ريحتها حلو جدا. هنيجي بعد كده للحمة المفرومة، هحط البصلاية ونص عليهم التانيين. تمام. وبعد كده هروح حاطة ملح وفلفل وبهارات لحمة، البهارات بتاعتي ملح وفلفل وبهارات لحمة وشوية شطة كده حلوين عشان نشطشط الأكل. وابتدي بعد كده أعصق في اللحمة. هنا عصقت اللحمة، هنبتدي نعملها زي كور كده بس مسطحة، اقراص اقراص. تمام. هعملهم كلهم بقى عبارة عن اقراص عشان بعد كده اروح نازلة بيهم في الزيت. بصراحة جمل الكفتة دي لما عملتها وسويتها مع البطاطس، يعني عملتها بطريقة حلوة قوي، بحيث ان الاقراص بتاعتي ديت ما فكتش من بعضها خالص. هوريها لكم دلوقتي. تمام. ادي هنا كده عملت النص كيلو بتاع اللحمة المفرومة. اروح بعد كده نازلة بيهم في الزيت سخن، هحمرهم بقى على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. تمام. وبعد كده هروح جايبة 3 حبات من الفلفل ومقطعاهم. في منهم معايا اتقطع على شكل ورد، في منهم اتقطع مني. تمام. ادي هنا بقى معايا البطاطس، وبقى معايا الصلصة، وهنا اللحمة بعد ما حمرتها، ومعايا هنا الفلفل. هنجيب بقى في الحلة، هنبتدي نرص البطاطس الاول. وبعد كده هبتدي اروح حاطة حلقات الفلفل،
وبعد كده هروح حاطه كرات اللحم بتاعتي. تمام، واروح حاطه تاني طبقه من البطاطس. حلوه جدا، ويعني حتى حاسه ان انا عاملاها على شكل تورتايه كده صغيره، لان الحله كانت صغيره. وعلى فكره يا جماعه، لما البصل ضربته مع الطماطم في الكبه، حطيت عليه ملح وفلفل وكمون. الكمون بيبقى طعمه جميل جدا جدا مع البطاطس. يعني جربوا الكمون في الاكل مع البطاطس، هيعجبكم قوي. وبعد كده هروح حاطه شرايح الفلفل، طبقه كده وطبقه كده، يعني طبقه البطاطس وبعدين طبقه اللحم، وبعدين طبقه البطاطس، وبعدين طبقه الفلفل. وبعد كده هبتدي احط الصلصه بتاعتي اللي هي صلصه الطماطم. على فكره ما حطيتش فيها اي نوع من انواع الصلصه خالص، هي طماطم مضروبه في الكبه مع الثوم والبصل بس. هنا بقى على النار هبتدي انزل بالطماطم. تمام، انا دلوقتي مشغله النار، وبعد كده هروح مغطيه عليها وهسيبها تستوي مع بعض. السوي ما اخدش وقت خالص، لان كل ما بتكون البطاطس رفيعه كل ما بتستوي بسرعه. وهروح حاطه هنا كوبايه كبيره من الميه، وهسيبهم بقى يستووا مع بعض. وادي الشكل النهائي بتاع البطاطس مع الفلفل مع الكفتة. يا جماعة طعمها روعة روعة، جربوها بجد هتعجبكم. وصفة سهلة ولذيذة وجديدة، والطريقة في الشكل كمان متحضرة بشكل حلو قوي قوي، وان شاء الله هتعجبكم وبألف هنا.